النهاردة بقى كده هنعمل الملبن بطريقة حلوة جدا. اول حاجة بقى هنعملها، شايفين شكله؟ لازم ترش عليه كده سكر بودرة ونشا مع بعض. شايفين؟ حلو جدا، وكمان ما كانش بارد قوي فوريتهولكوا. يلا نروح على الوصفة. معايا هنا كوباية من السكر تكون كبيرة، هنزل عليها بنص كوباية من المية وهسيبهم على النار كده لغاية ما يبدأوا يغلوا، واقلبهم كده شوية. شايفين؟ اول ما هيبدأ يغلي بقى معايا كده بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، هضيف بقى رشة ملح ليمون صغيرة وهو بيغلي. تمام، اول ما يبدأ يدوب معاكي السكر كده ويغلي، هنضيف رشة ملح ليمون ونقلب كويس. وبعدين بقى هبدأ انزل عليهم بكوباية نشا او نص تلات ارباع كوباية من النشا، وهضيف عليها حبة مية علشان لما انزل عليهم ما تبقاش النشا ما يكلكعش معايا زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى اقلب. طبعا هتفضلي تقلبي بقى فيه على طول لغاية اما يتماسك معاكي. اهو شايفة ابتدى بقى يتماسك ازاي، هيبقى شكله كده اللون فاتح. وبعد كده هيبقى مع التقليب بقى المستمر على نار هادية هيبدأ يغمق معاكي اللون شوية، او هيبقى شفاف اكتر من كده. اهو شايفة ابتدى بقى ياخد اللون الاصفر التقيل كده شوية. واحنا بقى في المرحلة كده دي واحنا بنقلب، هضيف بقى نص كوباية سكر على مرحلتين، وهنقلب برضو لغاية ما يختفي السكر خالص معايا. وبعدين ضفت باقي السكر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. طبعا متنسوش بقى تضيفوا فانيليا. شايفين؟ هنبدأ بقى نقلب كويس جدا جدا لغاية بقى ما يدوب معايا السكر اللي احنا ضفناه، هيبقى القوام معايا متماسك كده وحلو. شايفين بقى؟ جبت هنا معلقة من ماء الزهر ونزلت عليها كده اهو. هبدأ اقلب بقى كويس جدا. شايفين؟ ده القوام بتاعه، وده شكل الملبن بيبقى بالشكل ده. شايفين؟ اهو. بعد كده بقى هتجيبي الاسباتولا بتاعتك وتبدأي تقلبي الملبن كده من الجناب علشان تشوفي القوام بتاعه مظبوط ولا لا. شايفة؟ اهو. اول بقى ما هتلاقيه ابتدى كده يتماسك معاكي خلاص اهو كده بالاسباتولا. شايفة؟ اما بيلم معاكي كده خلاص كده جاهز معاكي خلاص كده. هتجيبي بقى طبق او اي حاجة عندك، هتضيف عليها رشة نشا وسكر، وهنضيف عليها الخليط ده. طبعا انا عاملة كمية صغيرة علشان ما حدش عندي بيحب الملبن يعني، فعاملة كمية صغيرة. انتي لو هتعملي كمية كبيرة ممكن تضاعفي الكمية. شايفة؟ ممكن ترشي عليها بقى مكسرات اللي انتي عايزاه في المرحلة دي. مش عايزة بقى رشي نشا وسكر بس، مفيش اي مشكلة. شايفة؟ انا هبدأ اضيف عليها كده رشة من جوز الهند صغيرة، وبعدين هضيف عليه بقى نشا واسيبه يبرد خالص، وبعدين اقطعه بصوابع كده زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. بعد بقى ما يكون يتماسك شويه، يعني انا سيبت شويه تماسك، بيبقى ده شكله بقى. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.